أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لذنوبنا ممحصا وعن النيران مخلصا واجعله الوارث منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ثقيلتنا بواسع رحماتك يا الله. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها أكرم نزلها ووسع مدخلها وجاف الأرض عن جنبيها. اجعل هذه الليلة أسعد لياليها. لقنها حجتها ويمن كتابها ويسر حسابها. ثبتها عند السؤال وثبت على الصراط أقدامها. اللهم إنا نشهدك أن أول ليلة لها في قبرها ليلة الإسراء والمعراج. فبحق صائب الإسراء والمعراج أسكنها الفردوس الأعلى من الجنان دون سابقة حساب ولا عذاب. نزلت بك وأنت الكريم فأكرمها وشفع فيها صلاتها وصيامها وقيامها وصالح أعمالها. شفع فيها القرآن وشفع فيها حبيبك المصطفى سيد الأمان
وشفع فيها مرضاك وارفعها به لأعلى الدرجات يا رافع الدرجات يا الله. أكرمنا بورود حوض حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم واسقها بيده الشريفة شربة ماء لا تظمأ بعدها أبدا. يا ربنا وهبنا ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح فقيدتنا ولأرواح موتى المسلمين، فتقبل وقبل بسر لا إله إلا الله. تقبل وقبل ببركة القرآن الكريم وبسر